عشان يكتسبوا خبرات اكتر، عشان لما يخشوا جامعات ويخشوا مدارس يبقى عندهم اكسبيرينس اكتر. اولا انا مدخلاهم مدرسه لغات، فطبعا الكورس ده ساعدهم كتير في ان هم يتطوروا من اللغه بتاعتهم ويطوروا من الجرامر بتاعهم، ويبقى عندهم الثقه الكافيه ان هم يقدروا يقفوا قدام اي حد ويتكلموا بثقه يعني. فرق كتير جدا، فرق في اللغة بتاعتهم، فرق في الدراسة، لأن طبعا فرق كتير قوي عن الدراسة، لأن ده بقى يعني حسيت إن ده لغة ودي لغة. جميلة بصراحة، البنات كانوا بيطلعوا مبسوطين وما كانوش هايبين اللغة. يعني طبيعتنا احنا من زمان واحنا صغيرين اللي هو بنخاف من اللغة وبنخاف ان احنا نقف قدام اي حد نتكلم وكده. لا، البنات كانوا بيخرجوا بصراحة من الستيشن نفسه مبسوطين، لعبوا واستمتعوا واتعلموا وخرجوا، كان عندهم يعني زي باور كده ان هم يجوا الستيشن اللي بعده، يخلصوا ليفل يخشوا في الليفل اللي بعده. ودي حاجة طبعا انا كنت مبسوطة منها جدا يعني. قول مثلا 10 من 10 يعني في التعليم وفي الوقت وفي كل حاجة، يعني الحمد لله. لا، فرق كتير طبعا، فرق معاهم في المدرسة. حتى المدرسين في المدرسة يعني شكروا فيهم قوي، يعني المستوى بتاعهم يعني اتظبط كتير عن الأول. وأنا بشكركم جدا جدا كلكم بصراحة. المدرسين عملوا مجهود رائع مع أولادي، وحاسة بصراحة بتحسن وإن شاء الله مكملة برضو معاهم بإذن الله.